اتخرجت من كلية الآداب قسم اجتماع، وبالرغم من كده اشتغلت في مجال الإذاعة. ليه؟ بُصّي، أنا ما اشتغلتش على طول في مجال الإذاعة، يعني أنا اتخرّجت من كلية آداب قسم اجتماع، ولكن أنا باشتغل من أجازة ثانوية عامة، يعني من أولى جامعة وأنا باشتغل. كانت الخطة إن أنا أشتغل فترة الصيف بس، زي ما كل الشباب كانت بتعمل، وكان أخويا الكبير بدأ يعمل كده، فأنا طلبت من والدي إني أشتغل فترة الصيف. آآ، لقيت نفسي باتجرجر باشتغل صيف، شتا، والدنيا ماشية كده، بقيت موظف وبادرس في نفس الوقت. فاشتغلت في مجالات كتير خالص برّه الإذاعة، يعني اشتغلت في شركة شحن جوي. آآ وبعد كده اشتغلت في شركة بتعمل كابلات تليفونات اللي كانت فوق الأسطح بتاعة زمان بتنزّلها تحت الأرض، شركة أمريكاني جاية تعمل المشروع ده في مصر. وبعد كده اتنقلت من الموضوع ده، رُحت الخطوط الجوية الهولندية، اشتغلت في تحميل وتفريغ الطيارات. وبعد كده فتحت أول شركة خاصة بيّا وأنا في تالتة جامعة. تاجرت في حاجات كتير يعني، وكانت في قصص من النجاح وقصص من الفشل كتيرة، لحين إني وصلت لنتيجة، أو والدي اللي وصل لنتيجة قال لي: "أنت تهاجر، أنت ما لكش عيش في البلد دي بقى خلاص، أنت بتعُك كتير أوي فهاجر." فبالفعل هاجرت، ورُحت قعدت شوية ورجعت، ورُحت ورجعت وهكذا لحد ما حصل ظرف لوالدي، فاضطريت أكمّل في مصر. أمّا كمّلت في مصر ما اشتغلتش مذيع برضه. اشتغلت نائب مدير مركز البحوث الأمريكي، الكمبيوتر سنتر الخاص بمركز البحوث الأمريكي في مصر والشرق الأوسط. كان واخد منحة دراسية، واخد منحة عشان يدرس أساتذة الجامعة في مصر كمبيوتر، وكنت نائب مدير مركز، وكنت بادرس كمبيوتر لأساتذة الجامعة، وأنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن الكمبيوتر. أنا اتعلمته هناك وبسرعة جدا، وعملت مناهج وكريكولم وكتبت وعملت، اجتهدت قوي وبقيت بدرس كمبيوتر. وبعد كده بقيت زي الاي تي دلوقتي، ما كانش فيه اي تي زمان، كان اسمه ايه، الكمبيوتر سبيشالست. كنت يعني بباشر على مؤسسات وهيئات امريكيه وكنديه وحاجات كده كلها خاصه بالمعونه الامريكيه. وفجاه قلت لابويا: انت عايزني اقعد في مصر، وانت قعدتني في مصر ورجعتني من هناك. اه، طيب انا مش هكمل شغل، هتعمل ايه يا عم اسامه؟ انا هغني. قال لي: نعم يا اخويا. قلت له: هغني. قال لي: انت مجنون؟ قلت له: ايوه انا مجنون. وده كان حلمي من وانا في ثانوي، لان كنت بغني غربي مع فرقه، وكنت بقى حابب الحدوته وعيل صغير يعني، وكنت بعدت خالص. انت مجنون، انت اتجننت في مخك انت. قلت له: انا هغني. رحت بقى جبت مدرس موسيقى وتعلمت عود وتعلمت مقامات شرقيه وقعدت مع محمد علي سليمان. قال لي: اسمع ام كلثوم قوي وصوتك حلو، وكان صوتي عريض جدا. ودخلت مهرجان الاذاعه والتلفزيون بتاع قطاع الانتاج ونجحت كمطرب، واللجنه مدتني تقدير كويس. ودخلت في المجال ده ومضيت مع شركه صوت الحب، وبعمل البومي وماشي زي الفل. مع اول اغنيه ليا وانا بتكلم ورا الميكروفون كده زي ما بكلم حضرتك، مهندس الصوت قال لي: صوتك ينفع في الاعلانات. وعدينا الموضوع. بعديها باسبوع طلبني اعمل اعلان، رفضت. يهديك يرضيك ابوس ايدك خليك جدع. عملت الاعلان، اتجرجرت اعلان في اعلان في اعلان في اعلان، بقيت بتاع فويس اوفر. حبتين بقيت بغني الاعلانات وبعمل الفويس اوفر في نفس الوقت. حبتين اتجرجرت كمذيع بروموهات للقنوات الجديده اللي بتفتح، دريم وكده. وبعد كده طلبوني علشان اقابلهم في نجوم اف ام، وما رحتش. وبعد كده طلبوني تاني، ورحت بكلمهم في التليفون، محدش قابلني، محدش رد على التليفون في وسط البلد، فمشيت. فزعلوا، فقالوا لي: طب نتقابل بكره بالليل. فرحت وانا متضرر، قابلتهم. فحسيت ان في كده، انتوا بتبيعوا موبايلات ولا ايه؟ مش فاهم حاجه يعني. فهو حس ان انا شاكك فيه اللي بيكلمني، فقال لي: طب ما نتقابل في المدينه بكره الصبح واتفرج بنفسك على الاذاعه. فتاني يوم كان عندي استوديوهات بقى بشتغل مذيع اعلانات، فكسلت اروح صراحه. فبكلم حد من اصحابي، يعني قلت له: الناس اللي كان مكسل اروح، لسه اروح 6 اكتوبر. قال لي: يا عم روح بص بص. رحت لقيتهم بيدهنوا بقى وبيوضبوا وبتاع. قلت له: ايه ده، انتوا بتعملوا اذاعه بجد؟ بس ما فيش حاجه اسمها اذاعه يعني. مم. فقال لي: اه.
كلمة في حدوتة في حكاية في رواية، طب تعالى نجرب. خدت مجلات من على مكتبه ودخلت وفتحنا وبدأنا نجرب قبل ما يفتحوا المحطة خالص. احنا بنجرب بس تسجيل يعني. مسك بقى قال لي ابوس ايدك انت معايا. طيب بعدين هتاخد كام قصة بقى، وكان فيها بقى حوار هتاخد كام، لا مش عايز اشتغل، لا هتاخد كذا، لا مش هنديك كذا، وفي الاخر رضيت بقى انا والنجوم هواك. وبعد كده اتدبست افتح المحطة، لان كان الافتتاح بتاع المحطة يعني قال لي ما فيش غيرك تفتح لنا المحطة، ففتحت المحطة وجت الموضوع بالشكل ده يعني.